اعملوها بقى يا جماعة لانها خطيرة جدا، طعمها لذيذ وتنفع في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. تعالي وهاتي معاكي بصلاية، قطعيها مكعبات صغيرة، حمريها في شوية زيت. اول ما تدبل انزلي بفصين من الثوم، وبعد كده انزلي عليهم بقى بقرن فلفل رومي. ويا سلام لو بتحبي بقى الفلفل الحراق انزلي بقرن فلفل حراق متقطع. انا حطيت معلقة من هريسة الفلفل الاحمر وقلبتهم مع بعض وطفيت النار وركنتهم. بدأت بقى اللي انا احضر معايا 3 بيضات وهربهم كويس جدا، عليهم نص كوباية من الحليب. وطبعا بقى في المرحلة دي 3 البيضات هياخدوا معايا 3 معالق من الدقيق، لو حاطة 4 يبقى هتحطي 4 معالق. الدقيق بيبقى بيتحط على عدد البيض. بعد كده طماطم بقى مبشورة حباية واحدة كبيرة كده، وانزلي بقى بملح وفلفل اسود وشوية من الكزبرة والكمون، وممكن تضيفي معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة من البيكنج باودر، وعلى طرف المعلقة شوية من بيكربونات الصودا. وقلبيهم مع بعض، وتقدري تضربي الكلام ده كله في شفشق الخلاط. انزلي بقى بنص حزمة بقدونس وكزبرة وكمان شبت، واخدة الورق بس بتاعهم، وربع كوباية من الزيت. هاتي بقى اللي احنا عملناه الاول على النار واستني لحد ما يبرد وانزلي بيه. حطيها بقى في صينية ودخليها الفرن، والله على احلى عجة مصرية خطيرة. يلا بسرعة اعمليها لانها سهلة ولذيذة وهتعجب جدا الولاد. العجة دي ليها طعم خاص كده عند الجيل التسعينات. يلا بسرعة اعمليها لاني واثقة انها تعجبك جدا. تيجي تشيري